سلام عليكم. يومكم مسطر. المكان كوكب الأرض. الزمان من 145 مليون سنة. كان في إيه؟ وإيه اللي حصل؟ إيه اللي يخلي الفيلوسيرابتور الصغير يبقى أخطر مما نتخيل؟ هل التيرانوسورس ريكس كان فعلا ملك الديناصورات ولا في منافسين أقوى منه؟ الدينونيكوس الديناصور اللي غير نظرتنا للديناصورات كلها، إيه قصته؟ في العصر الجراسي إزاي كانت الحياة مختلفة عن اللي بنشوفه في الأفلام؟ ومين هو جون أوستروم وإزاي اكتشافاته قلبت علم الحفريات رأسا على عقب؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا أحكي. فاكرين لما قلنا ان الديناصورات اتنوعوا واتفرعوا وبقوا شبه عرض ازياء طبيعي؟ طيب هل كل ده حصل على كوكب فيه بيئات متغيره صعبه وساعات مستحيله؟ اول سؤال بيجي في دماغنا هو الديناصور ده كان بيصحى الصبح يعمل ايه؟ ينزل ياكل، يشوف جيرانه، يربي العيال، ولا يروح يصطاد؟ الاجابه ايوه، كل ده وعلى حسب. السوشيال لايف ما كانتش متوقعه. زمان كنا فاكرين الديناصورات مجرد كائنات انعزاليه، بس الحفريات قالت حاجه تانية. اولا لقينا اعشاش لديناصورات زي الماياسورا. مش بس كده، لا كمان في اعشاش فيها بيض في مراحل مختلفه. يعني العيله كانت قاعده سوا، تربيه مشتركه ولا حضانه ولا ايه؟ ده يخلي علماء يقولوا الديناصورات كان عندهم نوع من الحياه الاجتماعيه، ويمكن كانوا بيحموا بعض او على الاقل بيعيشوا في قطيع منظم. لكن في نفس الوقت في اللي بيقول وجود الاعشاش قريب مش شرط يدل على تعاون، ممكن يكون مجرد ظروف بيئيه فرضت المكان ده. ولما بنفكر في ديناصورات بنفكر في اكلة لحوم بس في الحقيقه اكلي النباتات كانوا اكتر بكتير، ومنهم اللي كان بياكل طحالب، واللي بياكل فواكه، واللي بياكل فروع شجر زي ما يكون زرافه. واكيل اللحوم اتنوعوا من الوحوش العملاقه زي التيركس لحد اللي بيعتمد على السرعه والخفه زي الفيلوسيرابتور. في علماء شايفين انه في ديناصورات كانوا مرنين في نظامهم الغذائي، يعني لو النباتات مش متوفره ياكلوا لحوم والعكس. لكن برضو التحليل الدقيق لتركيب الاسنان ومحتوى المعده في الحفريات بيقول ان التنوع الغذائي ما كانش كبير بالشكل اللي بنتصوره. يعني مش كل الديناصورات كانت فليكسبل في الاكل زي ما احنا فاكرين. كمان كل الديناصورات كانوا بيفقسوا من بيض. ما عندناش دليل واحد على ولاده حيه، لكن الغريب بقى طريقه التعامل مع البيض. في حفريات لبيض بيبقى مدفون بنظام معين مش عشوائي، وفي بيض فيه علامات على حضنه زي ما الطيور بتعمل دلوقتي. في نظريات بتقول ان في انواع كانت بتحضن البيض، وده معناه وجود نوع من الرعايه الابويه. لكن تاني مش كل الانواع كانت كده، في منهم اللي كان بيبيض ويمشي زي حيوانات كتير دلوقتي، يفقس البيض والديناصور الصغير يبدا الحياه لوحده من اول لحظه. في انواع زي الباكيوسيفالوسورس، يا رب اكون بقول اسمه صح، عندهم جماجم سميكه جدا. العلماء بيتصوروا انها كانت بتستخدم في خبط الراس زي ما الغزلان بتتصارع. هل ده كان للتزاوج ولا فرض سيطره ولا مزاج شخصي؟ الله اعلم. خلاصة الكلام، الديناصورات ما كانتش مجرد وحوش بتاكل وتنام، ده كان عندهم نظام حياة متكامل، من العلاقات الاجتماعية لطريقة تربية لأساليب دفاع وهجوم ذكية. ومن الرعاية للبيض نرجع لفكرة مجنونة شوية، هل الطيور اللي حوالينا دلوقتي أصلها ديناصورات؟ تعالوا نشوف ازاي الريش بدأ يظهر ونتتبع السلالة لحد النهاردة. في جملة كده بتتكرر في كل متحف ومعرض: الطيور هي الديناصورات الوحيدة اللي لسه عايشة. أول لما تسمعها ممكن تضحك، بس لما تشوف الأدلة تبتدي تعيد التفكير تماما. التشابه في العظم مش مجرد صدفة. لما العلماء بدأوا يقارنوا بين هياكل الطيور وهياكل الديناصورات لقوا تشابهات غريبة، خصوصا مع الديناصورات الصغيرة من فئة الثيروبودز زي الفيلوسيرابتور. التجويف الصدري، تركيب عظمة القص، شكل الحوض، حتى طريقة الوقفة. وده خلى علماء زي جون أوستروم في السبعينات يقولوا احنا مش بنتكلم عن قرابة بعيدة، احنا بنتكلم عن سلالة مباشرة. لكن في المقابل في رأي بيقول التشابه مش دليل كافي، ممكن يكون تطور متوازي، يعني الكائنين اتطوروا بشكل مشابه علشان يواجهوا نفس التحديات زي الطيران. طب والريش؟ هنا بقى دخلنا في الكلام. اتلاقت حفريات لديناصورات عليها اثار ريش، مش ريش متخيل، ريش حقيقي زي المايكرورابتور والانكيورنس. ودول كانوا عندهم اجنحه وريش بالوان مختلفه، ومع الوقت الريش اتطور من غرض العزل الحراري لغرض طيران فعلي. طبعا هنا برضو ظهرت نظريات مضاده بتقول ان الريش ممكن يكون تطور منفصل، مش بالضروره دليل على السلاله المباشره بين الديناصورات والطيور. لكن كمان البيض والسلوك، التطابق غريب. الديناصورات والطيور الاتنين بيبيضوا ونفس شكل العش تقريبا، ونفس نوع الرعايه في بعض الانواع. كل ده بيقوي فكره ان الطيور ما هي الا ديناصورات معدله، والجينات ما بتكذبش. العصر الحديث التحليل الجيني دخل في الصوره دي. ان ايه الطيور الحديثه في تشابهات كبيره مع الزواحف، وخصوصا التماسيح والديناصورات. العلماء حتى اشتغلوا على ارجاع جينات الديل الطويل والاسنان في اجنه فراخ علشان يفهموا ازاي الديناصورات اتحولت للطيور. طبعا ده فتح الباب لنظريات بتقول لو قدرنا نرجع الصفات دي هل ممكن نخلق ديناصور تاني، ولا جوراسيك بارك كان سابق عصره؟ اكتر حاجه خلت العلماء يقتنعوا بالعلاقه بين الاثنين هي التطور التدريجي للدماغ وحاسه البصر. الديناصورات اللي شبه الطيور كانت عندهم ادمغه متطوره وحاسه بصر قويه جدا،
نفس الحاجات اللي بتخلي الطيور تنجو في بيئات قاسية. طب والنتيجة؟ الطيور مش حفيدات الديناصورات، الطيور هي الديناصورات اللي قدرت تكمل. وكل ما تشوف عصفور واقف على السلك أو بياكل فتافيت افتكر إنه قريب تيرانوسورس ريكس بس على صغير. بس للأسف مش كل الديناصورات قدروا يكملوا. تعالوا نرجع 66 مليون سنة ونسأل إيه اللي حصل فجأة وخلى كوكب الأرض يتحول من جنة بالديناصورات لجنازة جماعية. خلينا نقف عند اللحظة اللي اتقلب فيها التاريخ رأسا على عقب. تخيل معايا كوكب الأرض من 66 مليون سنة الديناصورات ماشية بتتمخطر بتحكم الأرض والسماء وحتى البحر، وفجأة بوم، أكتر جريمة غامضة في تاريخ الكوكب. مين اللي خلى الديناصورات تختفي كأنهم ما كانوش؟ احنا عندنا اتنين مشتبه فيهم كبار، واحد نازل من السماء والتاني طالع من جوف الارض. المشتبه الاول النيزك، خبطه واحده بقوه نهايه العالم. في شبه اجماع علمي على ان نيزك ضخم قطره حوالي 10 كيلو متر وقع في شبه جزيره يوكاتان في المكسيك، في مكان اسمه دلوقتي في واحه تشيكسلوب كريتر. والنتائج حرارة لحظية حرقت كل الكائنات الحية في نطاق آلاف الكيلومترات، والغبار طلع للغلاف الجوي وغطى الشمس بالشهور. النباتات ماتت، وبالتالي الحيوانات اللي بتاكل نبات ماتت، وسلسلة غذائية انهارت بالكامل. يعني الديناصورات اللي ما ماتتش من الخبطة نفسها ماتت من تأثير ما بعد الخبطة، مجاعة، تجمد، وفوضى بيئية. لكن مش الكل مقتنع، وهنا يجي المشتبه التاني البراكين. في نفس الفترة تقريبا كان في سلسلة ثورات بركانية جدا في منطقة اسمها الديكان ترابس فيها. البراكين دي فضلت تثور لعشرات الالاف من السنين، وطلعت غازات سامه زي ثاني اكسيد الكبريت وثاني اكسيد الكربون، واللي خنقوا الجو وسببوا تغير مناخي ورفعوا درجات الحراره بشكل قاتل. ناس كتير بتقول هو النيزك ما كانش الوحيد، البراكين هي اللي جهزت الارض للكارثه، والنيزك كانت القشه التي قسمت ظهر الديناصور. لكن في ناس بترد طب لو البراكين لوحدها كافيه، ليه الانقراض كان مفاجئ وسريع؟ وليه اثر الانقراض متسجل في طبقه واحده واضحه جدا حوالين الكوكب، طبقه الموت؟ واحدة من أقوى الأدلة على النيزك هي وجود طبقة رقيقة من عنصر الإيريديوم موجودة في صخور عمرها 66 مليون سنة بالظبط. الإيريديوم نادر جدا في الأرض لكن موجود بوفرة في النيازك. يعني الطبقة دي كانت زي خط توقيع من الفضاء، كأن النيزك كتب اسمه وقال أنا اللي عملت كده. طب ليه الديناصورات بالذات والباقيين عايشين؟ ليه الطيور والماموث وفي كائنات بحرية عدوا الأزمة لكن الديناصورات راحت في الرجلين؟ اللي بيقولوا العلماء ان الديناصورات ما كانوش متأقلمين مع التغير، خصوصا اللي بيعتمدوا على حرارة الشمس، ومجرد ما الجو اتغطى بالغبار والحرارة انخفضت ما قدروش يتأقلموا. كمان في ناس بتحب تعقد الدنيا، بيقول لك النيزك ما كانش صدفة، ده كان جزء من دورة كونية كل كام مليون سنة، او حتى تدخل من كائنات فضائية. نظريات مش مثبتة بس دايما بتحلي الصعب. والخلاصة ان الانقراض الكبير مش بسبب واحد، دي كانت لعبة مشتركين فيها اكتر من لاعب، نيزك وبراكين ومناخ وحظ سيء جدا. بس اللي حصل بعد كده كان اغرب. مش بس الديناصورات اختفوا، الارض نفسها دخلت في مرحله جديده، طبقه جديده في الصخور، حياه جديده بتبدا. تعالوا نعرف ايه هو الخط الفاصل اللي بيقول من هنا كل شيء اتغير. الكي بي جي باوندري ده ببساطه اسم المنطقه في الطبقات الجيولوجيه واللي بتفصل بين العصر الطباشيري الكريتيشس والعصر اللي بعده الباليوجين. بالمصري كده الخط اللي مكتوب عليه من هنا ورايح مفيش ديناصورات. لو حفرت في صخره عمرها 66 مليون سنه هتلاقي طبقه رفيعه من طين رمادي غامق فيها نسبه عاليه جدا من الإيريديوم، معدن فضائي. يعني الطبقه دي حرفيا نقطه النهايه بتاعه الديناصورات. دي مش مجرد طبقه جيولوجيه، دي شهاده وفاه كوكبيه مختومه بغبار النيزك. النيزك اللي اتكلمنا عنه سبب انفجارات وحرائق ضخمه وامطار حمضيه، وبعدين بدا الغبار الكوني يغطي الشمس، والنتيجه انخفاض مفاجئ في درجات الحراره، واللي العلماء بيسموه شتاء نيزكي او امباكت وينتر. شهور من الضلمه، النباتات ماتت، وبالتالي الحيوانات اللي بتاكل نباتات، وبعدين المفترسين، واختل كل النظام البيئي. يعني الديناصورات ما اتذبحتش دفعه واحده، ماتوا بالبطيء وهم بيحاولوا يفهموا هو الجو ليه بقى كده فجأة. بس اللي حصل بعد الكارثة كان غريب. الطبقة دي كانت زي زرار الريستارت، اختفت 75% من أنواع الكائنات الحية، وفجأة ظهر مسرح فاضي تماما. الكائنات الصغيرة اللي كانت عايشة في الظل بقت هي أبطال المرحلة الجاية. والكي بي جي مش بس مهم علشان الديناصورات، ده دليل على ان الحياه على الارض بتتغير فجاه وبشكل مش دايما متوقع. وهي كمان مثال رائع على ازاي علماء الجيولوجيا والبيولوجي بيقدروا يربطوا بين طبقه تراب بسيطه وتغيير شامل في كل اشكال الحياه. طبقات الارض مش مجرد صخور، دي كتب تاريخ بس مكتوبه بلغه الطبيعه. وطبعا مش هنحرق المفاجاه، بس خليني اقول لك ان النهايه بتاعت الديناصورات كانت سبب في بدايه قصه الثدييات. لما النيزك خلص شغلته والديناصورات اختفوا، هل الارض فضيت؟ لا، الارض ما بتفضاش. اللي حصل هو ان الثدييات والديناصورات الطايره الافيان ديناصورز قرروا يكملوا الرحله، والبدايه كانت من القاع. في زمن الديناصورات كانت الثدييات عايشه في الظل، حرفيا حاجات صغيره شبه الفئران بتستخبى تحت الارض، علشان الديناصورات كانوا بيحبوا الوجبات الخفيفه دي. بس لما العمالقه وقعوا اللي كانوا مستخبيين طلعوا. يعني شكرا نيزك، لو ما كنتش وقعت كان زماننا بنجري من تيرانوسور لحد دلوقتي. بعد الانقراض الثدييات بدأوا ينتشروا، يطوروا مخ أكبر، تواصل أفضل، والطيور حافظوا على ريشهم وبدأوا يتنوعوا في كل بيئة.
الطيور خدت السماء والثدييات خدت الارض، وفي منهم اللي قرر يرجع الميه، الحيتان مثلا. يعني القصه دي مش عمين عاش، دي عمين اغتنم الفرصه. طيب ليه دول عاشوا والباقي مات؟ سؤال مهم. ليه الثدييات والطيور عدوا الكارثه؟ الجواب بسيط، حجمهم الصغير ساعدهم يستخبوا، ونظامهم الغذائي المتنوع خلاهم يلاقوا اكل في اوقات المجاعه، وفي منهم قدر يدخل في حاله بيات شتوي. يعني في النهايه مش الاقوى هو اللي بيكمل، اللي بيقدر يتاقلم هو اللي بيفضل. بس لحظه، كل اللي قلناه ده عرفناه ازاي اصلا؟ الديناصورات مش سايبين ورق وراهم. تعالوا نرجع للبدايه ونشوف ازاي الحفريات فوسيلز قلبت الترابيزه وخلتنا نعيد كتابه التاريخ. خلينا نقول ان كل اللي حكيناه لحد دلوقتي ما كانش له اي وجود لولا كلمه واحده، الحفريات، وخصوصا العظام المتحجره للديناصورات. بس لحظه، ازاي العظم اللي مدفون بقاله ملايين السنين هو اللي بيحكي لنا القصه كلها؟ في القرن ال19 في اوروبا وبالذات انجلترا في راجل اسمه ريتشارد أوين، ايوه اللي قلنا عليه زمان، واخترع كلمه ديناصور. شاف شويه عظام وقال ده مش تمساح ومش سحليه، ده كائن جديد خالص، وسمى الفصيله دي الديناصوريا، الديناصورات. بس اول ما المصطلح ده اتقال العلماء دخلوا في سباق، مين يكتشف اكتر ومين يسميه اكتر. وساعتها حصلت حاجه ملهاش غير اسم واحد، حرب العظام، البون وورز، ما بين 2 علماء في امريكا، هوك ومارش. الناس دي كانت بتحفر ورا بعض، ولما يلاقوا عظمه يحطوها في الجرنان قبل ما يتحققوا حتى. يعني في الاول معظم الديناصورات اللي اتوصفت كانت فيها اخطاء وتلفيقات وساعات حتى اجزاء من انواع مختلفه، بس مع الوقت العلم بدا يهدى شويه والتحقيقات اتظبطت، والعلماء بداوا يتعلموا منها حاجات، الشكل العام للكائن، طوله، ارتفاعه، عدد الاصابع، الاسنان وانواعها، وده بيقول لنا كان بياكل ايه، وبدات تترسم صوره تقريبيه. لكن طبعا كان في حاجات غلط، كان في ديناصورات بيرسموها واقفه زي الكانجر، واتضح بعدين ان المفاصل ما تستحملش ده. طب وايه اللي يثبت ان دي فعلا ديناصورات مش سحالي كبيره؟ سؤال مشروع جدا وناس كتير سالته. في الاول كان في لبس، دي مش مجرد تماسيح ولا سحالي ضخم، بس لما بدانا نقارن بين هيكل الديناصور وهيكل الزواحف الثانيه اكتشفنا حاجات مميزه، تجويفات معينه في الجمجمه، شكل عظمه الفخذ، طريقه مشيهم على رجلين مش 4 زي اغلب الزواحف. طبعا مع تطور التكنولوجيا بقينا نستخدم الاشعه وحتى الذكاء الاصطناعي علشان نعرف اكتر واكتر. بس مش كله كان صح، ما ننساش ان في حاجات اتفهمت غلط. في ديناصورات اتبنت على سنه واحده، وفي هيكل اتجمع من عظم 3 كائنات مختلفه واتقال عليه ملك الديناصورات. وده يخلينا دايما ناخد اي اكتشاف بحذر، لان العلم بيتطور، والمؤكد النهارده ممكن يبقى مشكوك فيه بكره. طيب عرفنا العظمه بتقول لنا هو كان بياكل ايه، لكن اللون، الشكل الخارجي، الريش والجلد عرفناهم ازاي؟ اولا خلينا نتكلم عن شويه مصطلحات. حفريه او فوسل يعني بقايا محفوظه من كائن حي قديم. الميلانوسومز، الميلانوسومات، حويصلات دقيقه جوه الخلايا مسؤوله عن الالوان. من ساعه ما ابتدينا نحفر ونلاقي جماجم وعظام، العلماء بداوا يرسموا تصورات. لو الرقبه طويله اكيد بياكل من الشجر، لو عنده مخالب غالبا كان مفترس، الجمجمه فيها فتحات معينه يبقى خفيف الوزن، ولحد هنا كل حاجه منطقيه. بس بعدين لقينا حاجات غريبه في الحفريات، ريش مش عشوائي، ريش محفوظ بجوده عاليه، وكان باين فيه تفاصيل دقيقه. وده حصل في الصين سنه 1996 لما اتلاقت حفريه اسمها الساينوسوروبتكس وعليها بصمات واضحه، الريش ملون. لما العلماء بصوا على الريش تحت المجهر الالكتروني لقوا الميلانوزومات دي، وحسب شكلها وترتيبها قدروا يحددوا اللون. شكل معين يبقى اسود، شكل تاني يبقى بني، شكل تالت برتقاني او احمر. يعني لاول مره عرفنا الديناصور كان لونه ايه فعليا، مش بس خيال رسامين او هوليوود. طيب وهل كل الديناصورات كان عندها ريش؟ ده بقى سؤال عليه نقاش حامي شغال بقاله سنين. في فريق بيقول طبعا الريش كان سمة عام حتى لو بسيط، وفي فريق تاني بيرد لا، ده في بعض الانواع بس والباقي جلده حرشوفي. الحقيقه احنا لسه بنكتشف، كل سنه بيظهر دليل جديد، زي الديناصور عليه ريش لكن جلد رجليه زي التمساح، وبتظهر ابحاث جديده بتستخدم الحفريات اللي فيها اثار جلد او حتى انطباعات للجلد حوالين العظم. يعني مش هنقول لك لابس ايه، بس نقدر نقول لك كان عنده قشور، جلد ناعم ولا ريش. والاغرب لقينا في حفريات فيها بقايا مواد عضويه زي بروتينات او بيجمنتس. يا عم الديناصورات كانوا كائنات ملونه فعلا، يعني مش دايما كانوا رماديين وخضر وخلاص. بس لو الحفريات اثبتت ان الديناصورات كانوا شبه الطيور، ليه معظم الثقافات رسمتهم شبه تنانين بتطلع نار؟ ايه علاقه الديناصورات بالتنين؟ يعني مش الديناصورات كانوا بيعيشوا من ملايين السنين والبني ادم ما ظهرش غير من شويه؟ يبقى الناس شافتهم فين واخترعت منهم التنين ازاي؟ من اول الصين لحد انجلترا، ومن شعوب المايا في امريكا الجنوبيه لحد بلاد الفايكنج، كل حضاره عندها شكل من اشكال التنين. لكن لو بصينا كويس هنلاقي اوصافهم شبه حاجات احنا عارفينها، جسم زاحف ضخم، جناحات كبيره، اسنان حاده، احيانا بيطلع نار من بقه. الموضوع مش خيال صرف يا جماعه. تخيل فلاح بسيط في الصين بيحرث ارضه وفجاه يلاقي جمجمه عملاقه باسنان مرعبه، بالنسبه له ده مش ديناصور، ده تنين حقيقي. ودي مش قصه من وحي الخيال، ده حصل فعلا وعلى مدار قرون. واغلب الحضارات القديمه استخدمت عظم الديناصورات في وصف الكائنات الاسطوريه اللي عندهم. في الصين كانوا بيبيعوا عظام التنين كدواء، وكانت فعليا بقايا ديناصورات. الظريف ان في فرق في شكل التنين حسب القرن.
في اوروبا دايما شرير بيطلع نار بيخطف الاميره ولازم الفارس يقتله. في اسيا التنين كائن حكيم بيجيب المطر وبيمثل الحظ والقوه. بس الاتنين ليهم جذر واحد محتمل، حفريات الديناصورات اللي الناس لقوها وما فهموهاش. طيب فين الدليل العلمي على كده؟ الكاتبة أدريان ماير في كتابها The First Fossil Hunters قدمت أبحاث قوية بتقول إن أغلب الأساطير اللي عن كائنات عملاقة طلعت نتيجة لاكتشافات حفريات قبل ما يكون في حاجة اسمها علم حفريات أصلاً. يعني التنين ممكن جدا يكون صدى خيالي من بقايا ديناصور مدفون. بس في ناس مش مقتنعة، في ناس بتقول مستحيل الحضارات دي كانت بتربط بين العظام والكائنات، لكن لما تشوف مثلا رسومات الإغريق شبه فعلا الديناصورات، ولما تشوف جمجمة ديناصور فعلا ممكن تترسم كتنين، تبدأ تقول لا مش بعيدة. الخيال بيكمل الفراغ، الإنسان بيكره المجهول، ولما يلاقي حاجة ضخمة ومش فاهمها يبدأ يملأ الفراغ بالخيال. ومن هنا اتولد التنين، مش ككائن حي لكن كرمز، كأسطورة، وكمراية بتعكس رعبنا من المجهول. من بداية الاسم اللي اخترعه أوين سنة 1842 لحد ارتباط الديناصورات بأساطير التنانين، احنا مش بس تتبعنا خطوة المخلوقات العملاقة، لكن كمان تتبعنا خطوة العلم نفسه، ازاي بيتطور وازاي بيصحح نفسه، وازاي كل عظمة صغيرة في الأرض ممكن تغير نظرية كبيرة في الكتب. الديناصورات ما كانتش مجرد وحوش مرعبة عاشت في زمن بعيد، كانت رمز للتنوع والنجاة والتأقلم وحتى للانقراض. وسواء انتهت بانفجار نيزك ولا انفجار بركاني، فهي سابت وراها قصة عظيمة، قصة بيكملها كل عامل حفريات، وكل طفل بيلاقي هيكل بلاستيك في لعبة، وكل واحد فينا لسه بيسأل ازاي حاجة انقرضت من ملايين السنين ولسه قادرة تبهرك لحد دلوقتي. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفة في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتم لمعلومة أو وجهة نظر مختلفة. اما بقى لو حابين تتعمقوا اكتر بس مش درجه المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب اللي عملناه عن موضوع الحلقه دي والحلقتين اللي فاتوا، هتلاقوا الرابط في صندوق الوصف. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، اشوفكم في الحلقه الجايه مع فتره جديده ان شاء الله. سلام.